كيكة الكريم كراميل وجمالها. شايفين يا جماعة قد ايه هي جميلة؟ بجد تحفة جدا. جربوها تعجبكم قوي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ماما بقى حبايب قلبي هتعمل معاكم النهاردة كيكة الكريم كراميل، حاجة كده تحفة. طعمها يا جماعة جميل قوي قوي قوي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجة ماما هتبدأ بيها دلوقتي اللي هو الصوص بتاع الكريم كراميل. خلاص، جايبه كده الخلاط وهتحطي فيه كوباية واحدة من اللبن. تمام ماشي يا جماعه، المقادير دي بالظبط هتاكلوا احلى كيك. خلاص، ماما حطت في الخلاط كوبايه من اللبن وفوقيها كوبايه سكر. خلاص يا جماعه، هتحط كمان فوقيها كوبايه الا ربع كده من الزيت، كوبايه الا حاجه بسيطه كده يعني من الزيت. خلاص، هتخلي بقى يا جماعه دلوقتي الخليط ده يتجانس كويس جدا. هتشغل دلوقتي ماما الخلاط، هتخلي يا جماعه السكر يدوب كويس جدا. تمام، لازم اهم حاجه السكر يدوب كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. خلاص، هتوريكم دلوقتي بقى ايه القوام بتاعه. تمام. طيب لو لقينا دلوقتي بقى ايه القوام تقيل شويه زي ما هو بتوريكم كده، هنضيف عليه نص كوبايه لبن. واحنا بنضيف عليه نص كوبايه اللبن هنضيف كمان باكت واحد من الكريم كراميل. هتشوفوا دلوقتي يعني ما شاء الله المكونات دي ما خدتش غير باكت واحد بس من الكريم كراميل. خلاص، ما بتوريكم هنا هي هتستخدم بس باكت واحد. هتاخد البودر بتاع الكريم كراميل، هتحطه دلوقتي في الخلاط فوق المكونات اللي ماما ضربتها كويس جدا دي في الخلاط. وطبعا زي ما انا زي ما ماما مريتكم من شويه ان القوام تقيل شويه، هتضيف عليه كمان ايه نص كوبايه لبن زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. خلاص، يعني احنا بعد ما ضربنا المكونات الاول في الخلاط، ماما ضافت نص كوبايه لبن مع كيس الكريم كراميل ده، وهتخليهم بقى ايه يا جماعه يتجانسوا كويس جدا 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 في الخلاط. اضربيه حلو قوي لحد ما تلاقي القوام بتاع الكريم كراميل تقل معاكي كده وبقى جميل. هتشوفوا دلوقتي القوام بتاعه بقى تحفة جدا. خلاص، على فكرة الصوص بتاع الكريم كراميل ده هنحتاجه دلوقتي في حاجات كتير دلوقتي في الكيك. ده هنعتمد عليه في حاجات كتيرة دلوقتي. شايفين القوام بتاعه؟ بصراحة يا جماعة الصوص ده بقى طعمه تحفة 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 تحفة. ده اساسا اللي احنا هنزين بيه الكيك في الاخر. خلاص يا جماعة، تمام. شايفين ماما دلوقتي خدت منه كوباية ونص بالظبط. يعني احنا بعد ما نخلط الخليط ده كله في الخلاط هناخد منه قد ايه؟ كوباية ونص بالظبط منه، عشان هنحتاجه دلوقتي في الاخر في التزيين. طيب بقيت بقى الخليط ماما ضافت عليهم 2 عدد بيضة، بيضتين 2 بس بالظبط. بصوا يا جماعة الكيكة دي على ما قد ان هي بسيطة ومكوناتها بسيطة، بس بصراحة تحفة تحفة تحفة. يعني هتنفعك جدا لو حد عندك عزومات، كمان تقدميها في صنف الحلو. بصراحة تحفة قوي. بعد ما ماما حطت الاتنين بيضة، هتحط عليهم ايه شوية فانيليا كده. لو ما عندكيش الفانيليا السايلة دي حطي باكت من الفانيليا على طول. خلاص، وهتخلي برضو المكونات بتاعتنا دي تتجانس كويس جدا برضو في الخلاط. لازم تضربي كده البيض والمكونات دي في الخلاط. وماما حطت برضو كمان معلقة كبيرة كده من الخل. طبعا يا حبايب قلبي انتوا عارفين ان معلقة الخل دي بتبقى محسن حلو قوي للكيك، وفي نفس الوقت كمان بتضيع اي ريحة اي زفارة للبيض. خلاص، معلقة كبيرة كده بس من الخل. وبعد ما تخلي الماما بقى المكونات تتجانس بعضها كويس جدا في الخلاط، بتجيب هنا بقى كده بولة وتحط بقى فيها المكونات الجافة. ايه هي بقى؟ كوباية ونص كده من الدقيق. خلاص، وكمان يا جماعة نحط عليهم كيس من الكيك شيف. انتي بتحبي تستخدمي البودر مفيش مشكلة، ولكن الصراحة ماما بتحب كيك الشيف كمان اكتر من البودر. وهننزل بقى عليه بالخليط بتاعنا الجميل ده. شايفين بقى القوام بتاعه تحفة جدا. خلاص يا جماعة، ماما بقى هتقلب دلوقتي الخليط ده كله بقى كده على بعضه. خلاص، نخليه يتجانس كويس جدا. بصوا بقى يا حلوين، تكون انتي في الفترة دي اول ما تخشي كده المطبخ وتبدأي في الكيك بتاعك، تكوني انتي مسخنه الفرن بتاعك عشان الكيك يدخل الفرن وهو سخن. خلاص، شايفين بقى يا جماعه القوام بتاع الكيك جميل جدا. يكون بقى انتي عندك قارب كده مقاس 24 او 25، تكوني دهناه سمنه ومبدراه كمان بشويه دقيق كده عشان نضمن ان الكيك بتاعنا ما يلزقش فيه نهائي. وننزل بقى عليه بالخليط ده، ونسوي بقى ايه الخليط كده في قلب ايه القارب بتاعنا. خلاص يا جماعة، المكونات سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا على فكرة، ما بتاخدش حاجة خالص. والطعم بتاعها في الاخر بصوا تحفة جدا. خلاص،
زي ما انتم شايفين كده ماما ايه بتحب كده تضرب الصينيه كده على الرخامه عشان خاطر الخليط يتوزع كويس جدا في الصينيه. هيدخل يا جماعه بقى على درجه حراره فرن بتبقى درجه حرارته 180. ما بتاخدش يا جماعه كمان غير تلت ساعه، يعني ما بتكملش النص ساعه كمان في الفرن. بصراحه سريعه جدا جدا وتحفه جدا. شايفين يا حبايب قلبي بعد ما بقى طلعتها من الفرن، ماما هنا ايه جابت خله كده وبتشكشكها. عايزين نفتح الكيك. ليه بقى؟ عشان ماما دلوقتي هتشربه. خلاص، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الكيك كان عالي وتحفه جدا جدا. ماما هنا بعد ما فتحته بالخله كده خله اسنان، هنجيب بقى حبايب قلبي نص كوبايه الكريم كراميل اللي احنا عملناها في الاول خالص على النص كوبايه اللبن. ماما جابت نص كوبايه لبن، هتاخد عليها كده 4 معالق كبار من الكريم كراميل. فاكرين الكريم كراميل ده اللي احنا واخدينه من الصوص في الاول خالص؟ انا قلت لكم ان احنا هنزين بيه في الاخر. ماما خدت من النص كوبايه الكريم كراميل دي 4 معالق كبار من الكريم كراميل، حطيتهم على نص كوبايه لبن علشان هتشرب بيهم الكيك. عايزه اقول لكم يا جماعه بقى الخطوه دي مهمه جدا، بتفرق جدا جدا كمان في طعم الكيك. عايزه اقول لكم بيبقى متشرب كده بطعم الكريم كراميل، حاجه كده وهميه بجد تحفه جدا. هتجربيها هتدعي الماما فعلا عليها. هتدعي لها تقولها تحفه جدا. بس بقى حبيب قلبي، وبعد كده بقى الكوبايه الاخيره دي بتاعت الكريم كراميل هننزلها بقى ايه على الكيك. بس بعد ما نخلي الكيك يتشرب كويس جدا باللبن وصوص الكريم كراميل اللي احنا عملناه ده من شويه، نجيب بقى كوبايه الكريم كراميل دي اللي احنا سايبينها في الاخر للتزيين وخلاص. بعد ما الكيك بقى يتشرب يعني اللبن كويس جدا، ننزل بقى ايه بالكريم كراميل. شايفين يا جماعه تحفه جدا جدا جدا. طبعا بقى هنجيب برضو شويه الكريم كراميل اللي متبقيين في النص الكوبايه دول، خساره طبعا. صراحه الصوص ده طعمه جميل جدا، هتجربوه ان شاء الله. الكيكه دي هتعجبكم قوي. طبعا انتوا عارفين ماما عامله معاكم قبل كده كيكات كتيره قوي. ماما عامله معاكم كيكه الليمون، وعامله معاكم كيكه البرتقال وجاتو شاتو. مش متذكره عامله معاكم كيكات ايه تاني قبل كده، بس الصراحه عاملين كيكات حلوه قوي على القناه، بصراحه تحفه جدا. يعني اي حد يحتاج نوع من الكيك هيلاقوه موجود، صراحه جميله جدا يا جماعه. زي ما انتم شايفين هنا كده بقى ماما بعد ما سوت بقى ايه الصوص كويس جدا في الصينيه، هننزل بقى عليه باللي هو صوص الكراميل ده. طبعا انتوا عارفين ان اساسا الباكت بتاع الكريم كراميل اللي واحنا بنشتريه بيبقى معاه اللي هو الصوص بتاع الكراميل ده. خلاص ماما اخدت كده كيس من الكراميل وتضيفه بقى ايه على الكريم كراميل كده من فوق عشان بقى ايه التزيين بتاع الكيك. صراحة بيبقى شكله حلو قوي وطعمه جميل جدا. خلاص، طبعا بقى انت بتزيني بقى كده بالشكل اللي انت عايزاه. ماما دلوقتي هتعمل اللي هو الشكل اللي هو المموج بالخلة ده، بيبقى شكله حلو قوي. صراحة الشكل ده بيبقى جميل. وتدخلي بقى يا اموره كده الكيك دي في التلاجة بعد ما تعمليها عشان تسقع بقى وتقدميها كده ساقعه في الحر اللي احنا فيه ده. بصراحه بتفرق قوي، بيبقى طعمها تحفه منعش جدا. بس يا حبايب قلبي كده بقى ماما خلصتها تحفه جدا. يلا بقى متنسوش تحطوا اللايك. شايفين هنا بقى بعد ما ماما قطعتها، شايفين قد ايه جميله وهشه وتحفه جدا. مع السلامه.